نيجي لنظام الشامبيونز ليج الجديد سريعا. الشامبيونز ليج السنه الجايه هيبقى فيه نظام جديد، عدد الفرق هيزيد من 32 ل 36. فده خلى ان في 4 مقاعد زياده، في مقعدين منهم متوزعين حسب دعم الفيفا لبعض الانديه والكلام ده كله، وفي مقعدين متوزعين حسب قوه المشاركات بتاعه الفرق في البطولات الاوروبيه والنقط اللي بيجيبوها. حاليا دون الدخول في التفاصيل، الترتيب الحالي هو انديه ايطاليا في المستوى الاول، انديه المانيا ثاني، انديه انجلترا ثالث. لحد اخر الثلاث بطولات الاوروبيه هنشوف الترتيب دوت. بس المحتمل الاكبر ان ايطاليا هتفضل محافظه على المركز الاول، او يوم ما تنزل هتنزل المركز الثاني. فبالتالي ده بيقول ان غالبا السنه الجايه ايطاليا هيبقى في 5 مقاعد مشاركه في الشامبيونز ليج. خبر حلو لمشجعين اتلانتا، بولونيا، روما، لان بعد ما كان قبل كده في واحد منهم اللي هيصعد مع ميلان، انتر، يوفي، دلوقتي لا، غالبا في 2 هيصعدوا. وده الصراحه يعني مكافاه على المستويات اللي بيقدموها ال3 فرق.